الواحدة اللي فاتت اتكلمنا عن ريادة الأعمال، واتكلمنا إنه في حاجات كتير قوي احنا كنا فاكرينها إن احنا مش هنعرف نبتدي بيزنس، إن احنا مش هنقدر نشغل الناس اللي معانا، إن احنا في مصر ما نقدرش نعمل بيزنس ناجح. كل الكلام ده احنا عرفنا اوريدي في الوحدة الأولانية إنه مش ضروري خالص، وإن في ناس كتير جدا نجحت في الظروف ديت وقدروا إن هم يعملوا حاجات قوية جدا. الوحدة اللي احنا فيها دي بقى هنتكلم على اكتر الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبقى انتربرنورز او نبقى رياديين اعمال. واعتقد انه مهم جدا احنا نعرف من الاول انه اي حاجة هنقولها مش شرط انت يبقى عندك كل حاجة فيها. انت محتاج تكون فعلا قادر ان انت تعمل حاجات منها او عندك شوية مهارات منها، بس مش شرط خالص ان انت تبقى ملم ب100% من الموضوع ده. كل رواد الاعمال بيبقى عندهم صفات شخصية بتميزهم وبتأدي يا اما لنجاحهم يا اما لا قدر الله فشلهم. عايزك تشوف اهم 5 صفات شخصية انت تعرفهم في الناس اللي حواليك، رواد الاعمال اللي ممكن يكونوا قريبين منك في عيلتك او بتشوفهم في الشارع او بتقرا عنهم في الجرايد او بتشوفهم في التلفزيون. الناس دول اكيد عندهم 5 صفات شخصية انت شايفها مهمة جدا لنجاح اي رائد اعمال. اكتب ال5 صفات دول في ورقة، اعمل بوز دلوقتي لمدة 5 ل 10 ثواني، اكتب ال5 صفات شخصية دول وشوف معانا ايه الحاجات اللي احنا شايفينها كأهم صفات شخصية في اي رائد اعمال. انت عشان تنجح كرائد اعمال في طبعا اكيد مقومات مهمة جدا في شخصيتك لازم تكون موجودة. فكر، احنا طلبنا منك ان انت تفكر في المقومات دي او الصفات الشخصية اللي لازم تكون موجود فيك. احنا عملنا بحث ولقينا حاجات كتيرة جدا لازم تبقى موجودة في رائد الأعمال. مش لازم بمعنى ان هو لو مش عنده ما يبقاش ناجح، بس لازم بمعنى انه لازم دايما يحاول ان هي يكون عنده المقومات دي. اول واحدة في المقومات دي هي الصفات الشخصية، طريقة تفكيرك وشخصيتك وانت بتبص على الدنيا ازاي. في واحد بيبص على الدنيا بصورة سلبية، ده مش حاجة مطلوبة مثلا في رائد الأعمال، ان هو يقول انا هفشل، انا مش هنجح، انا مش هعرف، انا مش هقدر. الكلام ده كله مش موجود في قاموس رائد الاعمال. فالصفات الشخصيه مهمه جدا في السياق ده، ان انت لازم تكون عندك قدره على المثابره، ان انت تنجح وممكن تفشل وتغلط وتقوم تاني وتصلح غلطك وتحاول تحسن اللي انت بتعمله. ان انت تكون مثلا عندك قدره على تشوف رؤيه بعيده المدى، ان انت تبقى شايف مش بس بتعمل حاجه يوم بيوم وتكسب يوم بيوم، لا تبقى متخيل، عندك قدره على التخيل، تبقى شايف البيزنس بتاعك ده كمان 10 سنين 15 سنه هيبقى عامل ازاي. كل الشركات الكبيرة اللي انت شايفها النهاردة ابتدت في الاول حاجة صغيرة جدا، وبسبب الناس عندها رؤية وعندها قدرة على التخيل فيما بعد الوقت اللي هم فيه عرفوا يكبروا شركاتهم ويطلعوا بصورة اكبر بكتير. واحدة برضو من المقومات المهمة جدا جدا لرائد الاعمال هي المهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية دي معنى قدرته على التواصل مع الاخرين، يحاول يفهم اللي قدامه، يعرف هو محتاج ايه. انت دايما في ناس كتير عايز تتعامل معاها، اطراف معنيه بالبيزنس بتاعك، دول هيبقوا الزباين بتوعك، هيبقوا الناس اللي انت عايزهم مثلا تدخلهم شركه، هيبقى الموردين. انت اكيد هتاخد مثلا لو عايز حاجه فيها ماده خام هتتعامل مع موردين، فلازم يبقى عندك قدر كبير من الذكاء العاطفي او الايموشنال انتليجنس اللي يأهلك ان انت تعرف توصل لاكبر قدر من النجاح مع الناس دي وتواصل معاهم بفاعليه. يبقى الناس دي بيحترموك وبيثقوا فيك وبيحبوك، ويبقى عندك سمعه كويسه جدا في السوق اللي انت شغال فيه. برضو واحدة من المقومات المهمة جدا جدا في أي رائد أعمال هي التفكير الإبداعي والنقدي. أنا عارف إن دي كلمة صعبة وكلمة ممكن نسمعها في التلفزيون أكتر، بس خلينا نبسطها. هي بمنتهى البساطة إن أنت إزاي تحل مشكلة. المشكلة دي ممكن تبقى احتياج جديد لحاجة، منتج جديد مثلا في السوق، حاجة مثلا زي بيقولك دي جت من إيه، ده بيزنس جديد طلع بفكرة، لقى الدنيا زحمة جدا ففكروا إنه نعمل، بيقولك دي ابلكيشن على السمارت فونز او التليفونات بتقول للناس الزحمه موجوده فين عشان يعرفوا يتفادوها. فده قدره على التفكير الابداعي والنقدي، ان انا افكر بطريقه مختلفه، او زي ما بيقولوا افكر بره الصندوق. الصندوق ده اللي هو الافكار القديمه والتقليديه اللي احنا ممكن ما نبقاش خلاص عايزين نحل مشاكلنا بيها.
دايما لازم نفكر في حاجات جديده وحلول غير تقليديه علشان نتقدم لقدام. التفكير النقدي برضو اللي بيأهلك انت تعرف سبب المشكله. مصيبه مصيبه. ايه مش هحب لغى الصفقه. ليه؟ ما انا مش عارفه ليه كل ما اصلحها من حته بدوس من حته تانية. انا خلاص زهقت وتعبت وقرفت مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه. اهدي كده اهدي وكل حاجه تتحل. اهدي ده اول يوم ليا مش معقول يبقى بالشكل ده. يعني انت عشان تحل المشكله لازم تعرف سببها، فلازم يكون عندك القدره ان انت تحلل المشكله بطريقه كويسه وتشوفها من كل الجوانب. انت مثلا عندك بيزنس بتبيع حاجه، لازم تعرف تبص عليه بقى من كل جوانب عشان تقيمه صح. انت بتبيع بقد ايه، بتبيع لمين، مين اللي بيشتري منك بالظبط، الموردين بتوعك بيدوا لك حاجات غاليه ولا رخيصه. عندك جوانب كتيره جدا جدا لازم تبص عليها، وعوامل كتيره جدا بتأهل البيزنس بتاعك ان هو ينجح او يفشل. فمهم قوي قوي ان انت تبقى عندك القدره على التفكير النقدي، بمعنى ان انت تبقى شايف الجوانب مكتمله. اخر واحده من المقومات وانا شايف ان هي اهمها جدا ان المهارات العمليه. المهارات العمليه اللي هي الحاجات اللي انت بتعملها بصوره يوميه بقى، ده يعني الحاجات كل اللي فات ده ممكن يكون صفات شخصيه فيك، طريقه تفكير كده، بس المهارات العمليه دي الحاجات اللي بتخليك فعلا تنجح البيزنس بتاعك وتوصل بقى ل من مرحله توصل البيزنس بتاعك من مرحله الفكره او مرحله البرودكت لمرحله ان هو يبقى حاجه حقيقيه وناجحه فعلا على الارض وبتحقق نجاحات كبيره. ده ورق الصفقه؟ كان في ده ليه كده؟ جميل قوي. مش فاهم اي حاجه. المهارات العمليه دي منها الاداره، اكيد ان انت تعرف تدير الناس وتدير وقتك انت شخصيا، ان انت تعرف تتعلم ازاي، وان انت دايما يبقى عندك معرفه او زي ما بيسموها كده كور كومبتنس، اللي هو يبقى عندك المقومات الاساسيه لنجاح البيزنس. فلو واحد مثلا بيعمل حاجه مطعم، لازم يكون هو او الناس اللي معاه، لو مطعم صغير هو اللي هيقف فيه، لازم يكون طبعا بيعرف يطبخ او بيطبخ الحاجه اللي هو عامل المطعم عشانها. فالمهارات العمليه دي هي جزء كبير ومهم جدا في المقومات لنجاح اي رائد اعمال. في حاجات ممكن تكون مشتركه ما بين كل رواد الاعمال، زي مثلا القدره على التعامل مع الفلوس. انت ما ينفعش ان انت تبقى رائد اعمال من غير ما على الاقل تبقى فاهم ازاي تعمل ميزانيه وتعرف تحسب الفرق ما بين الفلوس اللي داخله لك والفلوس اللي انت بتصرفها، وتقدر ان انت تركز جدا ان انت تجيب ازاي اكبر هامش ربح ممكن. فدي واحده من المهارات مثلا لازم تبقى موجوده في اي رائد اعمال. دول الاربع مقومات الاساسيه لاي رائد اعمال، وزي ما قلنا في الاول مش شرط خالص ان انت من اول يوم يكون عندك دول. المهم ان انت كل يوم تحاول ان انت توصل لاكبر قدر ممكن من المقومات دي، لان كل ما تبقى عندك المقومات بصوره اكبر كل ما ده ان شاء الله يخليك رائد اعمال انجح. الحلقات الجايه هنتكلم بتفصيل اكتر عن كل واحده من المقومات دي وامثله ليها، وحتى نربطها بالانترفيوز اللي احنا نعملها مع انتربرونورز كتير عشان نعرف هم كمان من تجربتهم الحقيقيه والعمليه شافوا ايه بالنسبه للمقومات دي.